انا ضيعت 4 سنين من حياتي وانا عمال بقدم في وظايف وعمال بترفض بسبب غلطات ناس كتيره بتعملها في السي في بتاعهم، وانا وقعت فيها انا كمان. لو انت بتقدم في شركات كبيره او شركه اي سوفت وير عموما، فغالبا السي في بتاعك بيعدي على ماشين بتقول انت مطابق للمواصفات بتاع الشغلانه دي ولا لا. والصدمه ان 75% من السي فيات دي مش بتوصل للاتش ار اصلا، وعلشان تعدي من الفلتر ده لازم السي في بتاعك يبقى مطابق للوظيفه دي تقريبا. والحل من غير ما تتعب نفسك في الموقع ده، كل اللي هتعمله هتجيب المواصفات الجوب ديسكريبشن بتاعه الوظيفه دي وهتدي له السي في بتاعك، وهيطلع لك سي في طالع مطابق للوظيفه دي بالظبط. وبكده هتضمن ان السي في هيعدي من السوفت وير ده وهيوصل للاتش ار بسهوله. ولو عايز حاجات زي كده واكتر، فانا بعمل كورس فريلانس للسوفت وير انجينيرز بيساعدهم ان هم يبتدوا مجال الفريلانس بتاعهم، وهبقى معاك في الكورس خطوه بخطوه بشرح لك الفريم ورك اللي عملته واشتغلت بيه 7 سنين وعمل لي فلوس انا ما كنتش متخيل ان هو هيعملها. في اكتر من 100 واحد سجلوا وابتدوا يعملوا فلوس، فلو انت كمان حابب تبتدي وتعمل اول $1000 ليك، فسجل في الموقع تحت وابتدي رحلتك.